وربي كيوكلك ويشربك وعاطيك الصحة. بربي قولي لي علاش ما كتصليش في وقت الظهر والعصر ولا المغرب؟ شنو كتكوني ديري؟ اما شد التليفون ولا قبل التلفازة ولا سهرة مع صحاباتك؟ علاش لابسه الحجاب وانتي ما كتصليش؟ واش عارفة ان العيشة بلا صلاة ما هي عيشة؟ والحجاب بلا صلاة راه ما عنده حتى قيمة، غير كبتله الله بالسجود للصنم والحجر، وانتي تولتي مسلمة ما كتقدريش تصلي. الصلاة راها قرب من الله، والوضوء راه مغفرة للذنوب، والصلاة فيها الركوع والسجود اللي كتخلي الذنوب ديال كلها كتساقط. غادي تسوليني وتقولي لي انا عندي الذنوب واش الله غيغفر ليا؟ شوفي اختي المستمعة، الله يغفر جميع الذنوب الا الشرك. كيف ما كان الذنب ديالك اختي المستمعة، الله غفور رحيم، بشرط انك تتوبي وتصلي صلاتك. وخا رجعتي للذنب مرة اخرى ومرات عديدة، عليك بالتوبة والصلاة. ردي بالك وما تخليش الشيطان يضحك عليك وانتي كتفرجي في هذا الفيديو. إلا حقا انتي صادقة في إسلامك صلي، وإلا كنتي حقا صادقة في أفعالك وما بتناقضاش مع كلامك صلي، وإذا كتحبي والديك صلي باش ربي يقبل دعائك ليهم، صلي باش ربي يرزقك بالحلال، صلي باش ربي يعلي من قدرك، صلي باش ربي يهدي ولادك، صلي باش ربي يبارك في رزقك، لحقاش لا دين لمن لا صلاة له.